واليوم 22 يونيو 2024 الموافق 16 ذي الحجة 1445. خلصنا 80% من الياقة برج الحمام. الياقة آخر طبقة من طبقات البناء، ما بقي إلا 20% وننتهي الحمد لله. أول شيء بنيناه باللبن، ثم عاد حطينا عليه اللي هو التشبيع، هذه طبقة التشبيع وهذه طبقة الياقة. خلاص ننتهي الحمد لله من عملية البناء، ما بقى علينا إلا شيء بسيط جدا لا يذكر، والحمد لله على هالإنجاز. تقريبا لنا هالحين حول السنة وحنا نشتغل بهالطين. قلت لكم لنا حول هالسنة وحنا نشتغل ببيت الطين، لأنه قبل ما نشتغل قبل تقريبا حول 6 شهور بدينا نخزن هالطين، وحفرنا جفرة تقريبا 2 تحت الأرض، وبدينا نحط عليها الطين ونحط عليها الماء، كل يوم نشبع بالماء حتى التخمر. وتخميرة اللي هو طين الياقة وطين التشبيع ما يقل عن 6 شهور. فذلك حنا بدينا اللي هو بجمع الطين وبدينا بتخمير الطين قبل عملية البناء، لأنه هالوقت مهم، لا منه ما نبدأ إلا أن الطين متخمر. وهذه أول شحنة طين خمرنا به. حفرنا تحت الأرض مترين وش اسمه تحت الأرض، وبعدين نزلنا الطين وبدينا وفوق مرتفع 2 يعني 4 متر طوله، وبدينا نحط عليها الماء على شكل سوادي. هاي تشوفون هالحوايف ذي، وكل ما نزل الماء أعطيناه ماء، كل ما نزل الماء أعطيناه ماء، لمين تخمرت وتحولت إلى غربة. يوم تحولت إلى غربة بدينا نبني الحمد لله. بدينا نحفر للنخل، هذه حفرة النخلة. نبي نحط حول بيت الطين قرابة 21 نخلة، بحيث أن تكون بيت الطين في قلب واحة إن شاء الله. شوف شلون، الله أكبر. هل تشوفون هالسواد؟ هذا الطبينة حق المزرعة الأولى، لأنه الطبينة كانت موجودة هنا، وبدينا اللي غطيناه بالرمل، ثم عاد دكيناه وشبعناه بالماء بحيث أنه ما تنزل، وبعدين بدينا حفر هالحين. لأنه البيت الطيني هل تشوفون هذا تحت متر، السوافي حقاته هذه متر نازلة تحت، ورافعينه عن الأرض متر، يعني 2 بانينه على 2، ما بنيناه على صامت، بحيث أنه تطلع شيخ. وطلعت شيخ الحمد لله اللي تشوفون، وإن شاء الله تبي تشوفون في قادم الأيام شيء يعجبكم بحول الله. اليوم بعد اليوم السبت 22 يونيو 2024 الموافق 16 ذي الحجة 1445 بدينا تليص أهلنا الأولين. طبعا جابوا هالصقالة واجي واخذه وحلته برا، قلت اشتغلوا شغل أهلنا الأولين، لا تجيبونه ليزر، قص ليزر، لا، خلوة تحاكي الأبعاد الحقيقية. هذه أول غرفة نجصصه. طبعا عندنا جص وعندنا جبص، وش الفرق بينهن؟ الجص هو حصى يقومون أهلنا الأولين الله يرحمهم يحطونه ببراميل ويشبون عليه النار لمدة تقريبا من 3 إلى 4 أيام حتى يتفتت الحصى، وينفضونه اللي هو بمنخل، ويتحول هالأبيض هذا يتحول مثل التراب. هالحصى الصلت الجامد هذا يتحول إلى تراب. أما الجبص، أما الأجباص اللي هي الجبص اللي يستخدمونها الحين بالبيوت، فهذا معالج كيميائيا ولا يتحمل. هذا يتحمل، لو حطيت عليه الماء ما طاح، لكن الجبص اللي هو حق العماير لو خر عليه الماء السلام عليكم ينتهي. وهذا الجص اللي أنا أقول لكم غير الجبص. الجص عبارة عن حصى اللي هو محطوط داخل براميل كبار ويشبون عليها النار لعدة أيام، ثم يتحول هالحصى هذا إلى رماد. هالرماد هذا هو الجص، غير الجبص اللي احنا نستخدمه ببيوتنا الحين. نفس اليوم صبينا أرضية القهوة، هذاك الوجار، قلت خلوا الوجار واقعي. هالفتحة ذيك هذه فتحة الكمار،
شفتوا ملحة وش طلعت؟ نخليها واقعية بنفس الأبعاد النجدية القديمة. أتينا أرض بيت الطين، هل تشوفون اللي على اليسار هذه المطبخ، واللي على اليمين هذا دورة المياه، وقدامه غرفة المعيشة. هذه حفرة، معليش حفرة الخلا، حاولين ونرجع. الحمد لله جت سليمة. بسم الله. نكمل. هذه المطبخ، وهذه اللي هي دورة المياه، وهذه غرفة المنقولة. طبعا الجسم ما بعد انتهت، نبي ان شاء الله شوي اجل اتنفض. الجسم ما بعد انتهت، ان شاء الله بشوفوا شيء زين ان شاء الله بحول الله. والله ظهري يوجعنا. هيا يكفر هنق من الطيحة. وهذا آخر طين نزينه. الله أكبر، تجاوزنا $500,000 لبن الطين. آخر طينة ذي سويناها إن شاء الله، بحيث أن نسد الفتحة اللي تشوفون قدام ذيك، نبي نسدها إن شاء الله وتطلع تحفة بحول الله. الله يدبر الصالح. شوفوا شلون زين وملح بيت الطين بين هالاثلتين، ومغيب هالشمس. ونخلنا بالقصيم توه إلى هالحين خضر. أهل الحساء وأهل الخرج، جنوب الخرج والمدينة وهد الدواسر، كلهم ما شاء الله نزل عليهم البوادر، نزلت العينة هالأيام هذه عليهم. لكن حنا تونا ما يرى أهل الشمال ولا بعد شهر، توهم أهل الشمال يبي لهم شهر ونص بحيث أنه ينزل أول اللون عليهم. من اللحظات الجميلة أول ما تغيب الشمس تبدأ تطلع الخفافيش، العامة يسمونه أسحة، مفردها أسحات. فالخفاش واسحات كانت موجودة ببيوتنا كثير. بعد ما طلعنا للبيوت الخرسانية اللي لا تحتوي على مخابئ، خلاص فقدناها، بدأت تروح. لكن ازعاجه ما زرعت. كنا يوم بيتنا بشماس الله يرحم الوالد، كنا نحلتهم بنعال، لا صار مغرب صارت فعالية. نبدأ مرت نحلت نولع المروحة تضرب هنا، بس سبحان الله العظيم كانت مسوية لنا بطفولتنا اللي فعاليات. لكن بعد ما انتقلنا لبيوت الزينة خلاص انتهت كل معالم الطبيعة، بدينا ما نشوف شيء. وانا احب الطبيعة، شوف سبحان الله شيء رائع، شيء جاي، شيء هذه الطبيعة. القمر حول الأرض في مدار بيضاوي، فأحيانا يكون قريبا من الأرض ويسمى في نقطة الحضيض، وأحيانا ثانية يكون بعيدا من الأرض ويسمى في نقطة الأوج، وهو الأغلب في الأشهر القمرية. فإذا كان القمر في نقطة الأوج في أبعد نقطة له من الأرض، فإن التبدر يكون ليلة 14 وليلة 15 وليلة 16، وهذه تسمى مرحلة الإبدار. وقمة الإبدار يكون ليلة 15 إذا كان القمر وهو الأغلب في نقطة الأوج، وإذا كان القمر في نقطة الحضيض كحال شهر ذي الحجة، فإن التبدر يكون ليلة 13 و14 و15 و16 و17، بمعنى أنه يعيش 5 ليالي في حالة إبدار إذا كان القمر في نقطة الحضيض وهي أقرب نقطة له من الأرض، وهذا نادر كحال شهر ذي الحجة. إذا كان في نقطة الحضيض فإن التبدر يكون مبكرا ويمتد طويلا، فيعيش في حالة التبدر في ليالي اللي هي 5 ليالي، وقمة التبدر في حال الحضيض يكون في ليلة 16 كحال هالشهر هذا. القمر يدور في مدار جدا دقيق، والكون كله في مدار دقيق،
كثير من الناس يقول لاحظت ان القمر رايح جنوب ولا رايح شمال، ولا الشمس راحت جنوب ولا راحت شمال لأول مرة. لا، ما يمكن هالكلام ذا. الكون مخلوق في نظام كوني، الشمس والقمر بحسبان، أي بحساب دقيق لا تنخرم ولا لثانية واحدة. أما كون أنك تطلع من الباب تقول القمر اليوم أول مرة يطلع من الجنوب، أول مرة يطلع من الشمال، ولا الشمس كذا، هذه تسمى اجتهادات فردية. لكن اللي يتابعون القمر يلاحظون هالشيء هذا.